كنا نستعمل هذه الأسابيع السابقة لنقوم باستشار ومناقشات ومفاوضات. قمنا باقتراح بعض التوصيات والأسئلة للدولة التي كانت تكتب هذا القرار الجديد، ولكن بكل أسف رفضت هذه الدولة لإقبال أي من توصياتنا أو النصائح من الولايات المتحدة. ولذلك في نهاية المطاف لازم نحن تتحدث عن إسرائيل التي رفضت؟ لا الجزائر. بالنسبة للمشروع. ولكن في هذا النص من الجزائر كان هناك بعض الأشياء نحن نتفق عليها. ردت الجزائر بقوة على الإدارة الأمريكية، سواء بعد نسف وإجهاض مشروعها داخل مجلس الأمن وإعدام الإنسانية، أو ردا على تصريحات المسؤولين في البيت الأبيض الذين حاولوا تقديم تبريرات وهي لاستخدام واشنطن حق الفيتو ضد الإنسانية والشعب الفلسطيني. وأكدت الجزائر بشكل رسمي على كل الاستفزازات الأمريكية أنها لن ترضخ للمطالب الأمريكية ولا للمساومة الغربية من خلال محاولة أمريكا فرض بنود تتعارض وتتنافى مع مبادئ الدبلوماسية الجزائرية ومقاصدها على الصعيد الخارجي. واقترحت واشنطن على الجزائر إدانة هجومات 7 أكتوبر التي شنتها المقاومة الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتنافى مع رؤية الدبلوماسية الجزائرية التي حملت الكيان الصهيوني مسؤولية أحداث 7 أكتوبر. وسعت أمريكا للحصول على إدانة دولية ورسمية من الجزائر ضد المقاومة الفلسطينية، بما يسمح بتبرئة جرائم الكيان الصهيوني وتبرئة مجازره المرتكبة على مستوى قطاع غزة. وترفض الجزائر بشكل رسمي المساومة بين الضحية والجلاد. عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو